تعالوا نشوف بتوع داعش اللي بيطلبوا مننا المصريين وبيحسونا على الجهاد. شفتوا قلة أدب وسفالة أكتر من كده؟ شفتوا سفالة أكتر من كده؟ جهاد مين أنت وهو؟ أنتوا مفكرين مصر هتبقى سوريا؟ بعينيك أنت وهو. يلا نروح نشوف قلة الأدب دي ونرجع تاني. هاجرنا في فترات متفاوتة بعد الثورة التي قامت في بلادنا، والتي قامت ضد الطغيان والظلم والفساد والفقر والأوضاع السيئة التي لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي عباد الله عز وجل. ثم أننا بعد أن هاجرنا بفضل من الله ومنته كان بسبب عدم تحسن هذه الأوضاع وعدم شعورنا بتغيير ينال ديننا وعقيدتنا إلى الأفضل ولا دنيا الناس إلى الأفضل، هاجرنا لإعلاء كلمة الله، ولكن بقت عيوننا على بلادنا نتابع ما يحدث فيها، ولنا عليها تعليقات ولنا عليها مؤاخذات ولنا خواطر ولنا شجون. فنحب ونحن في هذه الأرض أن نخاطب الجميع في بلادنا ناصحين وموجهين بقدر ما يفتح الله عز وجل علينا. فنقول وبالله التوفيق ومستعين بالله عز وجل أولا وآخرا أن التجربة التي حصلت في بلادنا فيها دروس مستفادة عديدة، فوجدنا أن من أهمها إبطال وإفشال فكرة وأمل تطبيق الديمقراطية في بلدان المسلمين. وكما أدعو الصادقين في مصر إلى القيام بالفريضة المتعينة عليهم الآن بلا خوف وبلا تراجع، وهي فريضة الجهاد في سبيل الله، لأن المسلمين الصادقين لن يقبلوا أبدا بإذن الله عز وجل في مصر، نحسبهم كذلك، لن يقبلوا بأن تكرر هذه التجربة تحت مسمى جديد وتحت حكومة جديدة. فأناشد الشعب المصري أن ينضم إلى الصادقين الذين هم جادون في عدم تكرار التجربة وهم للكافرين بالمرصاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بصراحة الراجل ده مسخرة. تخيلوا انتوا بيتكلم عن الديمقراطية والتجربة الديمقراطية الآن التي تعيشها سوريا. شفتوا ديمقراطية سوريا؟ ديمقراطية قطع الرقاب، ديمقراطية حرق من يختلفون معهم أحياء، ديمقراطية تقطيع أجسادهم. ايه المزيكا دي يا جماعة؟ تقطيع أجساد زملائهم أو من يختلفون معهم ويأكلوها للناس التانية. بيأكلوهم لحم الناس، بيأكلوهم لحم البشر. دي الديمقراطية اللي في سوريا، اللي الأخ ده عايز ينقلها لنا هنا في مصر. بتدعي مين في مصر؟ كانت دعوة تاخدك، مين هنا هيسمعك؟ شفتوا انتوا بقى المخطط رايح فين؟ المخطط جاي لكم هنا لو ما خدتوش بالكم من بلدكم. عرفتوا بقى؟ الجيش الحر اللي اتقبض عليه او اللي كانوا عايزين يكونوه في المنصورة ويعملوها إمارة إسلامية، ده نتيجة الترتيبات دي. وكل يوم هنفضحهم، وكل يوم هنطلع لهم بلو من بلاويهم. يا بتوع الشرعية، يا بتوع شرعية أم أيمن، انسوا. هنا مصر، هنا مصر لن تكون سوريا.
فوق يا مصر، فوق يا مصر، فوق يا كل المصريين. خدوا بالكم من اللي بيحاج ضدكم. اوعوا تخلوا بلدكم سوريا، اوعوا تخلوا بلدكم ليبيا، اوعوا تعيشوا اللي بيعيشوا الشعب الليبي واخواتنا في سوريا. خلوا بالكم دول عايزين مننا ايه؟ دول بينفذوا مخطط دولي، مخطط دولي للفوضى، الفوضى الخلاقه بتاع كوندوليزا رايس، الفوضى الخلاقه اللي بيرتبوا لها من عقود كثيره مضت. وانا واثق في الشعب المصري وواثق في ربنا سبحانه وتعالى، وسيجعل هذا البلد باذن الله امنا.